Hello, my dear students and viewers. Welcome to this new episode. Today, inshallah, we're going to study Unit 12, Part 1, Myths and Fables. أهلا بكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هندرس الوحدة ال 12 اللي اسمها Myths and Fables، وهندرس مع بعض الجزء الأول Lessons 1 and 2. Let's get started studying the vocabulary of today. The first word we have today is the word myth. myth. عارفين لما يبقى عندي أسطورة كده من زمان، حاجات غريبة جدا جدا وحاجات مش حقيقية. It's not a fact. مش reality، مش واقع، مجرد حاجة تم تداولها from the past وبنقول عليها myth، يعني حاجة أسطورة غير حقيقية. طب الكلمة دي ينفع أجمعها بالإس؟ هتبقى مس. يبقى هي بالمفرد هنطقها myth وبالجمع هنطقها myth، يعني أسطورة أو أساطير. طب معناها إيه بقى بالإنجليش؟ بيقول لي a made up story from the past usually about gods or heroes. أيام زمان كانوا بيقعدوا يقولوا مثلا إله الجمال، إله الحب، يعني بيعملوا أبطال من قصص خيالية فبيسموها أساطير، اللي مفردها أسطورة ومعناها بالإنجليزية myth. طيب يا ترى إيه السينونيمز بتاعتها أو المفردات بتاعتها؟ legend و tale. tale يعني حكاية، وليجند برضو يعني أسطورة غير حقيقية. هو كل ده معناه حاجات غير حقيقية from the past، من الماضي. طب يا ترى ايه الانتونيمز بتاعتها، يعني اللي هم الكلمات العكس بتاعتها؟ fact او reality، يعني حقيقة او واقع. تمام. طيب عايزين نشوف كلمات اكتر، لان في derivatives كتيرة، يعني مشتقات كتيرة للورد دي. لما اقول mythical يعني اسطوري ودي adjective. طب mythology يعني علم الأساطير، أو اللي هو الناون الاسم من الكلمة دي. أوكي. طب عايزين بقى example. The myth of Hercules is famous. عارفين هيركليس؟ الشخص القوي جدا اللي كان بطل وكان بيخلص كل المنازعات ويحارب الناس. دي كانت مس أصلا من زمان، ما كانش في حد اسمه هيركليس، وكان حاجة دايما بيستخدموها كمعنى أو موضوع لأفلام كتير جدا وقصص كتير جدا. The myth of Hercules is famous، حاجة مشهورة جدا، ودي كانت كلمة myth. Moving on. بصوا بقى كده على البيكتشر دي. fable. أكيد معظمنا familiar شوية أو عارف قصة الفقر، وعارفين الفقر اللي هو بيروح يزور زميله اللي كان فقر المدينة وفقر الريف. دي كانت فيبل. يعني فيبل يعني قصة بتبقى بيعملوها من أبطالها بتكون حيوانات، وغالبا ما بيكون فيها مورال، يعني درس كده إيه نتعلمه. فبيقول لي كلمة فيبل a short story، قصة قصيرة often with animals، غالبا ما بيكون أبطالها حيوانات، وبتكون هي teaches a lesson، يعني بتدرس درس أخلاقي معين، لها موعظة معينة، لها درس مستفاد منه. طب كلمة فيبل ايه السينونيمز بتاعتها، يعني المترادفات بتاعتها ايه؟ قال لي والله تيل يعني حكاية، أو ستوري يعني قصة، بس هي لها ميزة معينة أو لها خاصية معينة، أبطالها حيوانات وبتدرس درس. أوكي. بتديني مورال، يعني فيها درس مستفاد. الانتونيمز بتاعت الورد دي ايه؟ كلمات العكس منها ايه يا ترى؟ truth أو non-fiction، يعني حقيقة أو مش خيال، لأنها مش قصة. فإحنا هنا النهاردة بندرس فيبل كقصة متألفة. alright. يبقى عكسها حقيقة أو حاجة حقيقية مش خيال. طب عايزين تدرسوا الديريفيتيفز بتاعتها بقى، المشتقات. fabled لما أقول على الشيء أو الشخص fabled يعني أسطوري، تم عمله كأسطورة، حاجة مشهور جدا، حد مشهور أو حاجة مشهورة. The fable of the tortoise and the hare teaches us to be patient. قصة السلحفاة والأرنب البري بتعلمنا ان احنا نصبر. القصة دي كانت قايمة على ان في مسابقة ما بين السلحفاة والأرنب البري، فالأرنب البري طبعا سريع ولكن السلحفاة بطيئة، ولكن هي ما يأستش وفضلت ماشية لغاية ما وصلت وهي اللي كسبت. اما الأرنب البري قال الله ده انا سريع جدا، اما ارتاح وانام شوية كده في الطريق، فنام وراح عليه نومة، والسلحفاة اللي كانت بطيئة هي اللي وصلت في الآخر. وده بيعلمنا درس ان احنا to be patient، نصبر ونكمل.
The fable of the tortoise and the hare teaches us to be patient. بتعلمنا ان احنا نكون صبورين. Moving on. بصوا على الصورة وشوفوا الكلمة. Steady. Steady يعني ثابت. Something that stays the same and doesn't change. حاجة ثابتة ما بتتغيرش، لا تتغير. Steady ثابت. معناها ايه او السينونيمز بتاعتها المترادفات بتاعتها ايه؟ stable يعني مستقر وثابت، او constant يعني برضو ثابت. antonyms يعني اللي هو الكلمات العكس منها يا ترى ايه؟ ايه العكس من كلمة steady؟ unsteady or changeable يعني قابل للتغيير او غير ثابت. طب احنا برضو لسه معانا كلمة steady وعايزين ندرس منها derivatives يعني مشتقات الادفيرب منها steadily بثبات. steadiness يعني الثبات نفسه، عدم التغيير. For example, he has a steady job. He has a steady job. لديه وظيفة ثابتة. يبقى الورد بتاعتي steady كانت adjective ومعناها ثابت غير متغير. الله ايه الوضع ده؟ ايه الست دي عامله كده ليه؟ stretch out. stretch out يعني يتمدد، يفرد جسمه، اسمها stretch out يعني يمتد. to make your body or part of it longer or more relaxed. بنفرد جسمنا كده في الوضع ده. to make your body or part of it longer or more relaxed. عايزين synonyms ليها مترادفات. extend or reach. extend يعني يمد أو يمتد. طب الانتونيمز الكلمات العكس زي ايه؟ shrink ينكمش، أو contract برضو ينكمش. اوكي يتقلص في الحجم. طب عايزين بقى الديريفيتيفز بتاعتها. stretching the verb يعني متمدد. و for example she stretched out her arms to relax. She stretched out her arms to relax يعني هي فردت ذراعتها كده، يعني فردت الذراعين علشان to relax يعني تسترخي. اوكي moving on. بصوا على البيكتشر، بصوا على الورد cheer. cheer اما اقول لكم الله ده الجمهور في السينما لما لقى مشهد رائع they cheered، بدأوا يهللوا ويعملوا صوت تشجيع كده. يبقى to shout with joy or support يعني يصيح بسعادة ودعم، يعملوا الصوت بتاع الايه؟ التهليل ده. طب ايه السينونيم بتاع الورد دي او الفيرب ده؟ المترادفات ايه يا ترى؟ كلمة clap يصفق، applaud كمان يصفق او يعمل اصوات ايا كان طريقة بقى الدعم ده او السعادة دي او التعبير عن الاعجاب. clap applaud يهلل يعمل صوت. اوكي طيب ايه كمان الديريفيتيفز من الورد دي؟ cheerful لما اقول على الشخص ده دايما cheerful دايما مبتهج كده ومتهلل الاسارير يعني ايه؟ حد مفرفش كده مبتسم دايما. طب cheerfully بابتسام او بسعاده او بتهلل، مش بكآبه يعني. alright for example the fans المعجبين cheered for their team يعني المعجبين قعدوا يهللوا علشان الفريق بتاعهم. cheered for their team هللوا علشان الفريق، يدعموه يعني من باب الدعم. الشخص ده فرحان ولا زعلان ولا حزين ولا متعصب جدا ولا في حالة هياج ولا ايه بالظبط؟ a fit of anger. a fit of anger ده عنده حالة من الغضب، نوبة من الغضب. لحظة كده a moment when someone suddenly gets very angry. a moment when someone suddenly gets very angry يعني لحظة بيكون الشخص فجأة بيصبح غاضب جدا، بنسميها a fit of anger نوبة من الغضب. الكلمة دي مساوية لكلمة tantrum. tantrum يعني نوبة من الغضب، والانتونيم بتاعها أو العكس بتاعها الهدوء والصبر يعني calmness أو patience. calmness أو patience. For example he shouted in a fit of anger. he shouted قعد يصرخ يصيح بصوت عال في نوبة من الغضب أو هياج شديد. a fit of anger يعني نوبة من الغضب. moving on. نبص على البيكتشر
ونبص على الورد night. night ايه الكي ما بتتنطقش ولا ايه؟ silent ما بنطقهاش، انطقها night. A man from the past who fought in battles and wore special clothes armor. يعني شخص من الماضي كان بيحارب في المعارك وكان بيرتدي ملابس خاصة جدا بنسميها الدرع armor، يعني الدرع. اسمه ايه النايت ده؟ فارس. اما اقول نايتس يعني فرسان. طب السينونيم بتاعها ايه؟ عايزين كده كلمة بتساويها. warrior محارب، او fighter برضو محارب. تمام كده. طب عايزين derivatives منها، يعني مشتقات، كلمات لها علاقة. لما اقول knightly يعني فارس برضو. يعني كلمة knightly ال ly دي مش معناها ان هي adverb، معناها ان هي adjective منها. اوكي. طيب صفاته صفات فارس، يتمتع بصفات الفارس. For example, the knight wore a helmet and rode a horse. يعني الفارس كان لابس ايه؟ خوذة، وهو ركب الحصان، زي ما بنشوف في الصور بتاعت دايما الفرسان. اوكي. moving on. ايه ده؟ دي حاجة برضو الفارس بيلبسها برضو، اللي هي الارمر، لسه قايلينها، يعني الدرع، درع واقي. يبقى ده metal clothes، ملابس حديدية، worn بيتم ارتدائها by knights بواسطة الفرسان to protect themselves in battles، علشان ان هي تحميهم او يحموا نفسهم في المعارك. بنسميها ايه؟ armor. armor على فكرة نقدر نكتبها ARMOUR، او زي ما احنا شايفينها كده بالاو ار بس. اقول لها طريقتين في التهجي او الكتابة. السينونيم بتاعها shield or protection، يعني برضو درع او حماية. طب for example, the knight's armor kept him safe، يعني الدرع بتاع الفارس خلاه ان هو آمن، يعني حماه. armor. armor درع واقي. moving on. The next word is chivalry. chivalry يعني الفروسية. طيب يعني ايه الفروسية؟ يعني ان حد يبقى فارس، يبقى نايت، يبقى عنده الشهامة والفروسية دي، ودي noun. الادجكتيف منها chivalrous. chivalrous يعني ان هو في عنده فروسية او شهم او شجاع. تمام. for example, chivalry was important to knights. صفة الفروسية والشهامة كانت مهمة للفرسان او اللي بنقول عليهم النايتس. اوكي. طيب يا ترى الكلمة دي هل احنا نقدر نقول ان لها derivatives؟ ما احنا قلنا chivalry noun والchivalrous يعني الفروسية او فارس. طب تعال نشوف الورد دي كده. defeat. defeat يعني يهزم، وده verb معناها ايه برضو؟ يعني to win against someone. to win against someone ان هو يفوز قصاد شخص او مقابل شخص. طب ايه السينونيمز بتاعتها؟ beat or overcome، يتغلب على او يغلب او يفوز على حد، او ان هو يهزم حد. طب ايه الديريفاتيفز بتاعتها؟ defeated، ودي adjective معناها مهزوم. defeating معناها هازم، وعلى فكرة تنفع كverb برضو في الاي ان جي، نحط لها اي ان جي وتبقى verb، وتنفع كadjective. اوكي. defeating or defeated. طيب تعال نشوف example. The team was defeated in the game، يعني الفريق اتهزم في المباراة أو في اللعبة. يبقى defeated هنا معناها تم هزيمته. أوكي. طيب moving on. eternal. eternal يعني eternal lasting forever without an end. lasting forever without an end يعني مستمر للأبد بدون نهاية، يبقى خالد أو أبدي. طب إيه السينونيم بتاعها؟ عايزين كلمة بتساويها forever أو endless. forever أو endless. طب عايزين الأنتونيم أو العكس منها temporary. temporary يعني مؤقت مش دائم. عايزين كمان بقى example وكمان derivatives. طيب بيقول لي eternity يعني الخلود أو البقاء الأبدي. طب eternally يعني بطريقة خالدة أو ببقاء. For example, some people
believe in eternal life. يعني في ناس بتؤمن بالحياة الخالدة. احنا كمسلمز طبعا بنؤمن بيها، لان احنا عارفين ان في hereafter او اليوم الاخر. طب legend يعني اسطورة. a story from the past about a person, a famous person or event. بتكون قصة من الماضي عن شخص مشهور او حدث مشهور. تمام، يعني هي لها اصول حقيقيه برضو، مش زي الميث اللي هي كلمه ميث دي حاجه غير حقيقيه خالص، حاجه مخترعينها كده. انما ليجند اسطوره برضو، بس لها علاقه بفعلا شخص كان موجود او حدث كان حاصل. النون منها او الاسماء المترادفات بتاعتها ميث وستوري، بس طبعا في فروقات في المعنى. اوكي. انتونيم منها reality or fact، حقيقه او واقع. تمام كده. تعال نكمل برضو نفس كلمة legend، بس هناخد الديريفاتيفز بتاعتها. لما اقول على الحاجة legendary يعني اسطوري. For example, the legend of King Arthur is well known. The legend of King Arthur is well known، يعني اسطورة او القصة المشهورة جدا جدا بتاعت الماضي دي بتاعت الملك آرثر هي مشهورة جدا ومعروفة جدا. عارفين ان كان في كينج آرثر موجود، كان في حد اسمه الملك آرثر، وكان ليه حكايه مشهوره بنسميها ليجند. ليه؟ لانها من الماضي وكان لها علاقه بالشخص المشهور ده. اوكي. احنا كده من خلال الاكزامبلز بنقدر نفرق بين الكلمات. Now for grammar. تعالوا دلوقتي بقى ندرس reported statements، يعني الكلام الغير مباشر او الكلام المحكي، ودي عباره عن جرامر بوينت كبيره جدا جدا محتاجه تركيز لانها فيها تنسز كتيره وطريقه للحل كتير جدا. يعني ايه reported statements اصلا؟ انا لما اقول لحد مثلا زميلتي او صاحبتي I am tired now، انا مرهقه جدا دلوقتي. طب انا خلاص الكلام ده حصل امتى؟ دلوقتي، اللي هي الساعه كام؟ في الوقت الحاصل ده، النهارده، في اليوم المعين ده. طب مين المتحدث؟ انا بقول انا ده اللي هو مين؟ اللي هو انا المتحدثه. طب مين المخاطب اللي سمع الكلام ده فعليا في نفس الوقت؟ يبقى ده اسمه direct speech، يعني كلام مباشر مني ليها في نفس الوقت. تمام، زي ما حصل كده مني ليها. طب لو هي اخذت الكلام وراحت حكيته لحد تاني ما كانش قاعد معانا، وقالت لها انا كنت قاعده مع ميس مروه وقالت لي ان هي تايرد النهار، ان هي كانت تايرد ساعتها، ساعه ما ميس مروه اتكلمت ووقتها في يومها وساعتها وهي من نفسها مش موجوده، فانا بقول ده هي قالت انها وقتها كانت مرهقه في الوقت اللي هو مختلف عن ساعه ما اتكلمت. يبقى انا اخدت الكلام ده اللي كان مباشر بقى غير مباشر. ليه؟ لان المتحدث اتغير والزمن اتغير والكلمات الزمنيه كمان اتغيرت والساعه اتغيرت، فاصبح indirect غير مباشر او reported يعني محكي، وله انواع. ممكن يبقى جمله عاديه statement او سؤال question او امر او طلب. هناخد كل ده بالتفصيل على جزئي الوحده. طب تعالوا دلوقتي نبدا بالستيتمنت. اولا الستيتمنت هنا لما يقول لي الديركت سبيتش زي ما انا قلت I like ice cream، انا بحب الايس كريم. طب عايزين نحوله لانديركت او ريبورتد، اقول ايه؟ she says that she likes ice cream، هي بتقول انها بتحب الايس كريم. she says هي بتقول that ان هي بتحب الايس كريم. لو فعل القول مضارع بالطريقه دي زي says ما بغيرش قد كده في الجمله، ما بغيرش زمن الجمله، بغير الضماير بس. يعني اقول that ان بتربط جزئي الجمله قسم الكلام والجزء الثاني بتاع الجمله اللي هي جمله عاديه مش سؤال. طيب اي اتحولت لشي ليه؟ لان هي اللي بتقول فبقت شي، هي likes بتحب ايس كريم. هل انا غيرت الزمن؟ لا، الزمن زي ما هو. ليه؟ لان فعل القول مضارع. التغيير اللي هعمله كله لما فعل القول بيكون ماضي. طيب تعال نشوف امثله تانية وهنعرف من خلال الامثله الرولز بتاعتي. I like ice cream reported she said that she liked ice cream. الله، ده said مش says، ده قالت. she liked، الله ده بقت liked مش like، يعني كانت تحب الايس كريم. انا عملت ايه هنا؟ حولت الزمن، رجعته خطوه لورا، يعني المضارع البسيط بقى ماضي بسيط. like تبقى liked. طيب like تبقى liked.
طب امال الضمير حصل فيه ايه؟ اي بقت ايه؟ بقت شي. ليه يعني؟ علشان الضمير في الجمله اصلا شي. طب انا حولت الزمن خطوه لورا ليه؟ ليه المضارع البسيط بقى ماضي بسيط؟ لان فعل القول ماضي بسيط اللي هو said. she said فعل ماض. تمام. طب تعالوا ناخد examples، وكل مرة هبدأ أنا أخد من الإكزامبل القاعدة بتاعتي. الإكزامبل بيقول I like ice cream. أصبح في reported she said that she liked ice cream. هنقول إن ده present simple، المضارع البسيط اتحول لماضي بسيط، ودي أول حاجة معانا. طب تعالى ناخد الزمن التاني present continuous. الجملة في الديركت تبقى شكلها كده I am living in London. أنا عايش في لندن. الجملة في الريبورتد يبقى شكلها كده She said that she was living in London. اتحولت الجملة لماضي مستمر، بدل مضارع مستمر تبقى ماضي مستمر. She was living in London. تمام؟ طيب the next tense ناخد زمن كمان ونستشف القاعدة من السياق. Past simple. السنتنس في الديركت بتبقى ايه؟ I bought a car. انا اشتريت عربية. طب في الريبورتد هيبقى شكلها عامل ازاي؟ She said that she had bought a car او she said that she bought a car. الماضي البسيط يا اما بيستنى ماضي بسيط زي ما هو، يا اما بنحوله لماضي تام she had bought. اوكي. طيب moving on. تعال نشوف التنس past continuous. الماضي المستمر في الديركت شكله عامل ازاي؟ I was walking along the street. أنا كنت ماشي بطول الشارع في الماضي المستمر. طب الجملة لما بقت reported محكية بقى وغير مباشرة. She said that she had been walking along the street. حولنا الماضي المستمر لماضي تام مستمر. She had been walking along the street. طيب تعال نشوف tense perfect. زمن المضارع التام في الجملة الديركت عادي زي ما هو I haven't seen Julie. I haven't seen Julie. لما حولها ل reported يعني كلام غير مباشر أو محكي هيبقى كده She said that she hadn't seen Julie. يعني هي قالت إنها لم ترى جولي، ولكن أصبحت الجملة في زمن الماضي التام hadn't seen. يبقى مضارع تام يتحول ل past perfect ماضي تام لما بنحوله طبعا ل reported يعني كلام غير مباشر أو كلام محكي. طب past perfect بقى أعمل فيه إيه؟ هو مفيش حاجة أرجعها له بقى، يعني أرجعه لإيه أنا؟ الجملة بتقول في الديركت I had taken English lessons before. لقد كنت قد أخذت دروس إنجليزية قبل ذلك. طب أنا عايز حد يحكي بقى الكلام ده ويقول ده هي قالت كذا كذا. She said that she had taken English lessons before. هي قالت إن هي كانت قد أخذت دروس إنجليزية من قبل. على فكرة الماضي التام هنا فضل ماضي تام زي ما هو. أوكي، لأن ما هو آخر زمن أصلا عندي، فما فيش حاجة أرجع إن أنا أرجع الزمن ده خطوة للوراء. هي دي آخر خطوة اللي هي ماضي تام، يبقى ماضي تام. طب لو عندي will في الجملة يعني سوف، الديركت بتاعها بيبقى شكله ايه؟ I'll see you later. سوف أراك لاحقا، ده مستقبل. طب في reported أحولها لإيه؟ would. هقول she said that she would see me later. هي قالت إنها هتشوفني بعد كده. will أصبحت would. طب تعال نشوف would الأول اللي أنا شفتها في الإكزامبل اللي فات. على فكرة أنا لو عندي shall هحولها برضو ل would. ليه؟ لأنها بتساوي واو. طب would نفسها أحولها لإيه؟ ما أنا مش عارفة أرجعها خطوة للوراء، أكيد هسيبها زي ما هي بقى. طب الجملة في الديركت بتقول إيه؟ I would help but. أنا كنت أود أن أساعد ولكن. report speech بقى لما أحولها هتبقى she said that she would help but blah blah blah. يعني هي قالت إنها كانت بودها إنها تساعد أو كانت هتساعد ولكن كذا كذا. would زي ما هي لأن مفيش وراءها خطوة، فهي آخر حاجة بالنسبة لي will و shall تبقى would. طب could هتستنى could زي ما هي. أقول إيه؟ I could swim when I was 4. أنا كنت قادر إن أنا أعوم لما كنت عندي 4 سنين. She said that she could swim when she was 4. طب لو كانت عندي can في المضارع
هتتحول ل could. قدامنا اهي can. I can speak perfect English. تصبح she said that she could speak perfect English. اوكي. ايه كمان يا ترى؟ shall قلناها. في الديركت سبيتش هتبقى I shall come later. I shall come later. سوف أأتي متأخرا، حاجة متأخر. في الريبورت تبقى ايه؟ She said that she would come later. She said that she would come later. هي قالت إنها كانت هتيجي متأخر. برضو أحول shall ل would. طيب should بنستخدمها للنصيحة. I should call my mother. ينبغي أن أتصل بوالدتي. في الريبورت هتبقى she said that she could call her mother. يعني هي قالت إن هي she should call her mother. إن هي ينبغي إن هي إيه؟ تتصل بمامتها. وعلى فكرة should استنت زي ما هي هنا. أوكي. أنا بدرس كده التنسس بالطريقة دي، بجيب الكلمة المعينة واجيب الاكزامبل، وهو في العادي في الديركت سبيتش او في الكلام المباشر، وبعدين اجيب الريبورتد شكله عامل ازاي واذاكرها من خلال الاكزامبل لان بيثبت المعلومة اكتر. طب الورد اللي عندي might او may او might يعني ربما، مثل ان اقول I may be late او I might be late. لو هي في الريبورتد هتبقى كده she said that she might be late. يبقى لو كانت may حولها ل might، لو كانت might أسيبها زي ما هي. She said she might be late. Well, this is the end of our episode today. Thank you so much for joining me today. I hope you found it beneficial and fun. Till I see you again, it's not goodbye. Take care.